خايف منك، فهمتي؟ فاسكتي شوية، انت بتحكي كتير عن حياتك يا بنتي. ابتداء من اليوم ما تعودي تحكي لأي حد عن اللي بيصير معك. في شخص انت بتعرفيه دايما يلف حوالينك بس قلبه مليان حقده وغيره عليك. رح أقول لك مين هالشخص المؤذي. في ناس كتيرة كانت تتمنى توصلها هالرسالة بس هي وصلت لك انت. بالله عليك لا تتجاهلي، يمكن تتجاهلي إذا حبيتي، بس اكتبي اسمك في التعليقات علشان أدعي لك وأطلب من ربنا. بس لازم تتابعيني صح؟ لو ما تابعتيني كيف رح أساعدك يا روحي؟ فلا تضيعي وقتك واسمعيني زين. اللي عمله هالشخص ضدك ما كان قليل والله، بس لما شاف إنك ما وقعتي صار يخاف منك، لأنه حس إنك قوية وإن عندك طاقة ربانية كبيرة، والحين هو متوتر. تخيلي بس لما يشوف النعم وهي جاية لك من كل صوب 7 أيام، وراح توصلك رزقة، فلوس من حيث لا تحتسبين، وبركة من كل مكان بطريقة ما كنت تتخيليها. وانت بتسألي نفسك يا رب هل هذا الكلام لي؟ أنا أقول لك اسكتي، خلي فمك مقفول زي فم السرطان، لأن اللي مكتوب لك محدش راح يقدر ياخده منك، ولا حسد ولا سحر ولا حقد يقدر يوقف رزقك. اكتبي اسمك في التعليقات علشان نكسر كل شر معمول ضدك. وبعدين تعالي، بتعرفي هذيك الصاحبة اللي دايما تفض فضيلها، اللي تحكي لها كل حاجة الحلو والمر، ابعثي لها هالفيديو علشان هي كمان تاخذ بركتها. ولسه شكة بتقولي يا ربي هل هذا فعلا لي؟ تبغي تأكيد؟ اضغطي على زر المشاركة وارسلي الفيديو لأول شخص يطلع لك. لو كانت مرأة فهذا هو التأكيد، هذا الفيديو فعلا مرسل له.